السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من حكاية قديس الطب. في الجزء اللي فات حصلت شي على عروق حاكم الشر وفتح مسارات جسمه كلها، وراح تشي لعرين التنين وقدر يحصل على الكنز اللي فيه، وهاجم التنين تشي لكن ياسمين قدرت تحميه وقتلت التنين وفقدت وعيها، وقدر تشي انه يعالجها. وبنكمل القصة وبتقول ياسمين لتشي انا بقيت بخير دلوقتي، لكني مش هقدر استعمل ولو جزء بسيط من قوتي لمدة ال3 شهور الجايين، ولو اضطريت ان استعملها هموت حتى لو مصيت دمك كله. فبيقول لها تشي خلاص انا هكون حذر من هنا ورايح. وبتقول له ياسمين غالبا الشيء اللي انت حصلت عليه هو بذرة النار لحاكم الشر، وبتطلب منه يبلعها. فبيتفاجئ تشي وبتقول له ياسمين صحيح انت مش مسموح لك تلمسني تاني، وبتعرفه انها هترجع للؤلؤة عشان تكمل استشفاء، وبتطلب منه ما يزعجهاش. فبيقول لها تشي ما تستعجليش، ولولا اني عارفك كويس كنت هفتكر انك بتتهربي مني. وياسمين بتكون بتفكر في شكلها قدامه بعد ما قعدت تبكي، وبتكون حاسة بالخجل، وبتقول ان مفيش حد عاملها بالشكل اللطيف ده بعد امها واخوها. وبيكون تشي ماسك بذرة حاكم الشر وعمال يتفحصها وبيبلعها، وبيشتعل جسمه كله بالنار وبتتدفق فيه الطاقة. وبتعرف ياسمين ان توقعها طلع مظبوط، ودي فعلا بذرة النار. وبتقول انها مش عارفة اذا كان حظه حلو اكتر من اللازم ولا عروق حاكم الشر هي اللي بتقوده من غير وعي للبذور. وبيحس تشي بمستوى طاقته وهو بيرتفع بسرعة، وبيستغرب من اللي بيحصل، وبيلاقي انه وصل للمستوى العاشر من عالم المبتدئ. وغالبا المتدربين العاديين بياخدوا 3 شهور عشان يقدروا يوصلوا له. وبيتصدم تشي من استمرار تدفق الطاقة في كل جسده، وبيوصل للمستوى الأول من عالم الناشئ، وبيتساءل عن سبب ارتفاع مستواه بسرعة وعن النار اللي ماسكة في جسده. فبتعرفه ياسمين انه دلوقتي بيحمل سمة النار، وده لأن بذرة النار اندمجت مع عروق حاكم الشر وقامت بتحويل سمات جسده. وبتقول له بالنسبة لرفع مستوى قوتك فده مجرد عرض جانبي، وده لأن مستوى طاقتك كان منخفض جدا وغير مناسب. وفي أساطير العصر العتيق يقال إن حاكم الشر كان من أقوى الكائنات، وده لأنه عرف سر السيطرة على العناصر، وقبل موته حط مصادر السيطرة على العناصر في 5 بذور، وانت دلوقتي بتمتلك واحدة منهم، وبالتالي عندك سيطرة كاملة على عنصر النار واكتسبت مناعة ضده. وبتكمل ياسمين كلامها وبتقول بعد كل حاجة الحكام من العصر العتيق كلهم سقطوا، وانت دلوقتي تملك سر من اسرار اقوى واحد فيهم. وبيكون تشي متأثر بالطاقة وبتخرج شرارة حمراء من عينه، وبيبص على شرارة النار اللي في ايده وبيستغرب من امتلاكه قوة كبيرة كده. فبتقول له ياسمين بطل حماس زايد وروح شوف التنين اللي انا قطعته ل4 اجزاء علشانك. وبتسأله إذا كان جسم التنين ده هيكون مفيد ليه، فبيقول لها تشي طبعا، وكل شبر في جسده يعتبر كنز سواء كان الجلد أو اللحم أو العظام، وحتى النواة موجودة. وبيقف تشي قدامه وبيقول للأسف بقوتي الحالية مش هعرف أخدشه حتى. فبتقول له ياسمين خلاص تقدر تحطه في فضاء اللؤلؤة دلوقتي لحد ما قوتك تزيد وتقدر تاخد منه اللي انت عايزه. وصحيح انك دلوقتي عندك قدرة السيطرة على النار، لكن مستوى طاقتك منخفض جدا، وعشان كده الأميرة دي هتعلمك مهارة تحافظ بيها على حياتك. وبيتحمس تشي جدا وبيتساءل عن أي مهارة هتعلمها له لأنها قوية جدا. وبتعرفه ياسمين ان المهارة دي تبقى حاكم النجم أو الظل المتصدع. وبيوصلوا لمدينة الهلال، وبيكون تشي عمال يتدرب على مهارة الظل المتصدع، والناس بيكونوا خايفين منه لما بيشوفوه على هيئة شخصين وبيقولوا عليه شبح. وبتطلب منه ياسمين يتوقف عن اللي بيعمله حالا. فبيقول لها انت اللي قلتيلي اتدرب على المهارة دايما عشان اتقنها. فبترد وبتقول لكن انا ما قلتلكش تتدرب وسط شوارع المدينة قدام الناس. فبياخد باله وبيقول لها معاكي حق، انا كنت مركز في التدريب ومعرفتش اننا دخلنا المدينة. فبتقول له ياسمين انا ما كنتش اتخيل انك تتقن المهارة دي في شهر واحد، ولازم اعترف ان استيعابك مرتفع جدا حتى وانت لسه في المستوى الابتدائي. وبيضحك تشي وبيقول لها ده عشان معلمتي رائعة. فبتقول له ده كده كده، لكن خلينا في المهم دلوقتي.
وفي الشهر اللي فات واحنا في الطريق من الجبل لمدينة الهلال كنت شايل كتلة وزنها 600 كيلو جرام، وفي خلال راحتك كنت بتتدرب على مهارة الظل المتصدع، ودلوقتي انت بقيت شخص مختلف تماما عن ما كنت لما كنا في جبل التنين. وبتعرفه انه يقدر يفتح دلوقتي بوابة حاكم الشر الاولى، فبيسألها لو يجرب يفتحها حالا، فبتقول له بلاش، والاحسن انك تستخدمها في قتال ما تكونش قادر تكسبه، وده لان الاستخدام المفرط ليها هيعرضك لضرر دائم في العروق بسبب جسدك الهزيل. فبيقول لها تشي تمام، وبيلاقي ان مفيش حد حواليهم في المكان، فبيقرر يغير شكله، وبياخد حاجة من كف ايده وبيلخبط بيها وشه، وبتسأله ياسمين عن اللي بيعمله، وبيتحول مظهر تشي لشخص اكبر في السن وبيسألها عن رأيها، وبتتصدم ياسمين انه عمل كده ببساطة، وبتقول له ان حتى صوتك اتغير، فبيقول لها طبعا ده عشان انا طبيب عبقري، وفي الوقت الحالي احنا فقراء ومعناش فلوس ولازم افكر في حاجة بيعها، وبيعرفها ان جده حكاله عن مؤسسة اسمها القمر المظلم، وقد ايه هي مؤسسة ضخمة، وبياخدها ياسمين وبيدخلوا للمؤسسة، وبتقول له ياسمين منطقي فعلا انك اتنكرت، لان التجارة مع المؤسسة دي مش هينفع فيها شاب صغير، وبيطلب تشي من ياسمين تستناه لحد ما يكسب بعض المال ويرجع عشان يصرفوه، وبيعرض تشي على عامل متجر هناك 3 حبوب من روح النار، وبيطلب منه يديله سعر، وبيتصدم عامل المتجر لما بيعرف ان الحبوب من المستوى العاشر، وبيقول في نفسه ان حبوب الروح بتتكون من اشياء نادرة اهمهم عشبة النار، وبعد كده بتاخد مسار معقد جدا في عملية التصنيع، والتعقيد ده سواء كان في المكونات او في الصناعة بيخليها تفقد نسبة كبيرة من مفعولها، وعشان كده الحفاظ على نقاء الحبة من المستوى ده يعتبر شبه مستحيل، والحبوب جيدة المستوى بتكون في المستوى السادس، اما اللي في المستوى السابع او الثامن بتكون نادرة جدا وغالية، وبالنسبة للمستوى التاسع فبتمثل تحدي لاشهر اطباء القارة، وما شفناش واحدة منها من زمان، لكن دلوقتي انا ماسك في ايدي واحدة من المستوى العاشر، وفي كمان 2 غيرها قدامي، وبيتساءل البائع عن هوية الشخص اللي قدامه واللي قادر يصنع شيء زي ده، وبيحس تشي انه طول شوية، فبيسأله لو الحبوب مش مناسبة، فبيقول له البائع ان الحبوب دي هي احسن حاجة شافها في حياته، وبيعرض عليه يشتريهم ب 300 عملة أرجوانية، وبيسكت تشي شوية وبتكون نظرته حادة، وبيخاف عامل المتجر يكون تشي غضب منه، وبيقرر يرفع له السعر، وبيكون تشي عمال يحسب في دماغه ان 300 عملة أرجوانية تساوي 3 ملايين عملة صفراء، وبيقول في نفسه ان دي ثروة تكفيه لإعالة عائلة صغيرة لمدة 100 سنة، وبيكون عامل المتجر على وشك يرفع السعر، لكن تشي بيتسرع وبيقول له اتفقنا، وبيديله العامل العملات، وبيكون فرحان انه حصل عليهم بسعر رخيص كده، وبيقول في نفسه انه يقدر يبيع واحدة منهم فقط بسعر اعلى من تمن ال3، وبيكون تشي مش متوقع حصوله على المبلغ ده كله، وبيفكر هيصرفه ازاي، وبيقول في نفسه لو عمتي الصغيرة سمعت الرقم ده هيغمى عليها، وبيلاحظ سعادة العامل الكبيرة، وبيقول يبدو وكأنه أتم صفقة عمره دلوقتي، وبيقرر تشي يطلع نواة وحش التنين اللي معاه ويعرضها عليه، وبينتشر بريق النواة وبيغطي المكان، وبيتفاجئ كل الموجودين من ظهور نواة الامبراطور، وبيتصدم عامل المتجر لدرجة الجنون، وبيفضل يصرخ وبيقول دي نواة تنين، وبتتعصب ياسمين وبتسأل تشي لو ناوي يبيعها فعلا، فبيقول لها انا اكيد مش هعمل كده، لكني عايز اخوف البائع فقط عشان اسهل المعاملة معاه بعدين، وبيستعجل تشي البائع عشان يديله سعر، فبيطلب منه يستنى عشان يبلغ مديره لانه ما يعرفش يقدر حاجة ثمينة كده، وبينادي البائع على مديره وبيعرفه انه محتاجه في صفقة كبيرة هنا، وبيجي المدير وبيقول له بطل دوشة عشان ما تبوظش سمعة متجر القمر المظلم، ولما بيلاحظ المدير نواة التنين بيتجنن، وبيقول له العامل بتاعه اهدى عشان سمعتنا، وبيقول تشي ان الاتنين متحمسين جدا بسبب مجرد نواة تنين امبراطور، ويبدو كده ان سمعة القمر المظلم طلعت مبالغ فيها،
وبيعتذر له المدير عن تصرفاته المجنونة وبيطلب منه يعرفه بنفسه. فبيسأله تشي لو كان بيطلب أسماء كل عملائه وبيطلق حالة قتله عليه. وبيحس المدير بنية قتل فظيعة خارجة من تشي وبيتساءل عن عدد الناس اللي قتلهم. وبيعتذر له وبيقول له لا طبعا وانت تقدر ترفض طلب المتواضع براحتك، وكل الموضوع ان اللي بيقدروا يقتلوا تنين امبراطور قليلين جدا، وعشان كده ما قدرتش امسك حماسي، ونواة التنين دي شيء مش بنلاقيه ولا حتى مرة كل 100 سنة. وبيسأله عن سبب بيعه لكنز زي ده، فبيقول له تشي النواة دي ملهاش فايدة بالنسبة لي. وبيعتذر له مدير المتجر وبيقول له ان تمن النواة دي غالي جدا واغلى حتى من كل البضائع والعملات في الفرع، وبالتالي مش هعرف اغطي تمنها. وبيستغرب المدير وبيتساءل في نفسه عن ازاي ممكن تكون نواة امبراطور مش مفيدة لشخص ما. وبياخدها تشي وبيحطها في جيبه وبيقول الظاهر ان مكتوب لها تفضل معايا فترة اطول. وبيسأله تشي قبل ما يمشي لو كان يعرف شخص اسمه سيكون جهان، فبيقول له المدير مفيش غير واحد فقط بالاسم ده في المدينة كلها. وبيعرفه انه يبقى شيخ في قصر الهلال العميق التابع للعائلة الامبراطورية، وانه شخص معروف وليه تأثير كبير في مدينة الهلال، وبيسأله لو كان ليه علاقة بيه. لكن تشي بيقرر يغادر وبيقول ان عمله انتهى هنا وجه الوقت يروح للقاء سيكونج. وبيطلب منه صاحب المتجر انه يرجع يزورهم تاني، وبيفكر يترك انطباع جيد عند تشي بسبب قوته. وبتفكر ياسمين تشي انه نسي يشتري لها فستان رغم ان ده السبب الرئيسي لمجيئهم. وبتعرفه ان في فستان ورا البائع عاجبها وبتفضل تزن عليه يشتريه. وبيقول لها تشي كان مفروض تقولي كده من شوية قبل ما الف ظهري وامشي، ولو رجعت دلوقتي هتروح هبتي. فبتقول له مش مهم وبتفضل تزن عليه. وبيلف تشي وبيستغرب المدير وبيسأله تشي بصرامة عن سعر الفستان اللي بيشاور عليه. فبيقول له المدير ان الفستان ده هو ثوب الجنية القرمزي ومصمم مخصوص للبنات تحت 18 عام ومصنوع من اجود الخامات، وهيكون هدية رائعة لزوجتك. فبيقول له تشي انها تبقى بنتي وبتتعصب ياسمين. وبيقول له المدير ان تمنه 500 عملة ارجوانية بسبب صناعته من خيوط الحرير السماوي وتزيينه ب80 كريستال الدم احمر، ومفيش ولا فستان زيه في مدينة الهلال. وبيقول تشيف نفسه ان الفستان ده مبالغ فيه جدا، وبيتساءل عن مين العبيط اللي ممكن يشتريه لطفلة. وبيقول في نفسه ان كل اللي معايا 300 قطعة فقط ومش هقدر اشتريه. وبيخاف على هيبته لو فاصل مع البائع، لكن البائع بيقرر يديله الفستان هدية عشان يكسب وده. وبيتفاجئ تشي وبياخد منه الفستان وبيقول له تمام انا هفضل فاكر طريقتك معايا. وبيقول عامل المتجر للمدير ان الشخص ده اول مرة يظهر في المدينة وممكن يطلع نصاب، وخصوصا ان حاولت افحص طاقته ولقيتها في المستوى الاول من عالم الناشئ. فبيقول له المدير ده عشان انت غبي وعديم الخبرة وممكن يكون استشعار القوة كاذب، لكن الهالة مش بتكذب ابدا، وانا حسيت اني نملة جنب الشخص ده لما شفت هالته، واللي انت بتقوله ده معناه ان عالم قوة الشخص ده بعيد جدا لدرجة انك ما تقدرش تحدده. ومن الهالة بتاعته تقدر تقول ان الشخص ده ذبح ملايين عشان يحصل على هالته. وبيتصدم عامل المتجر من كلام المدير، وبتكون ياسمين متعصبة من وصف تشي ليها ببنته، فبيهديها وبيقول لها ما كانش ينفع اقول اني بشتري فستان لمعلمتي اللي عندها 13 سنة. فبتقول له على العموم انا هسيبك المرة دي لان الفستان عجبني. وبتسأله عن سبب اخراجه لنواة التنين ببساطة رغم ان ممكن حد يقتله وياخدها. فبيقول لها انا طلعت النواة قدام الكل ببساطة كده عشان يخافوا مني، واكيد الكل فاكر ان عندي القوة لحمايتها ومحدش هيتجرأ ويهاجمني. وبتقول له ياسمين انا حسيت للحظة ان صاحب المتجر هيموت من الخوف لما اظهرت نية قتلك. وبتسأله عن سبب امتلاكه لهالة قتل بالقوة دي، وبتقول في نفسها ان هالة قتله مش اقل مني ابدا. وبيفتكر تشي ذكريات من حياته السابقة وبنشوف لما قتل ملايين من الكائنات. وبيرد على ياسمين وبيقول لها انا قلتلك قبل كده احنا متشابهين، لكن باين انك ما صدقتنيش.
وبيروحوا على قصر الهلال العميق، وبيقول ان الشخص اللي اخبره جده يبحث عنه موجود هنا. وبيسمع تشي صوت من وراه بيناديه بصهري، وبيتفاجئ تشي من الصوت اللي بيكون عارف صاحبه، وبيكون يومبا اللي بيجري عليه عشان يرحب بيه. وبيكون تشي خايف من ضخامته وبيقول له استنى، وبيفضل يومبا يحضن فيه وبيسخر تشي وبيقول له سيبني والا اختك هتبقى ارمله. وبيعتذر له يومبا وبيقول له انا ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تاني بعد مرور نص سنه من طردك من العشيره، وانا فضلت ادور عليك لفتره طويله وما كنتش اتوقع ان اشوفك هنا ابدا. وبيكون تشي ماسك رقبته من الالم وبيقول له ما تقلقش انا ما بموتش بسهوله، والدليل هو اني بقالي 10 سنين مستحمل احضانك. وبيسأله عن اخباره، فبيقول له يومبا انا التحقت بقصر الهلال العميق من نص سنة تقريبا، ومش كده وبس لكن كمان دخلت الصف الاول وده مخصص للعباقرة. فبيقول له تشي العباقرة مرة واحدة كده يبدو ان عندك واسطة. فبيضحك يومبا وبيقول له مفيش حاجة بتستخبى على صهري، وبيسأله عن سبب وجوده هنا. فبيقول له مفيش داعي للخجل، انا كمان جيت هنا ومعايا واسطة. وبتتضايق ياسمين وبتقول له دي مش حاجة تدعو للفخر، وبتسأله عن عمر يومبا. فبيقول لها ان ده يبقى اخو زوجتي وعمره 15 سنة. فبتقول له ان الشخص ده مش سهل ابدا وعروق الامبراطور المهيمن بتجري في جسده. وبيقول يومبا لتشي بما انك داخل القصر تعالى ورايا ندخل سوا. وبيستغرب تشي من كلام ياسمين وبيقول لها شكلك بتهزري. فبتقول له ان عروق الامبراطور المهيمن بتكون مسارات خاصة بيتولد بيها الشخص، وحجم المسارات دي بيكون ضعف حجمها في الشخص العادي، وبناء على ده فالمجهود اللي هيبذله لرفع قوته بيساوي 10 اضعاف مجهود الاشخاص العاديين. وبتقول له لو كان شخص ظهر زي ده في المكان اللي جيت منه كان هيتدرب بشكل خاص ويتم تأهيله عشان يكون حاكم او امبراطور، لكن المكان بتاعكو بيفتقد للمعرفة والموارد، وبالتالي صديقك مش هيتخطى ابدا مستوى العالم الحقيقي. وما بيردش عليها تشي اللي بيكون حزين وكأنه افتكر حاجة معينة. وبيدخل تشي لقصر الهلال العميق وبيقابل الشيخ سيكونج هان، وبيقول له الشيخ انا عرفت انك بتدور عليا. وبيعرفه تشي بنفسه وانه كان عايش في قرية الغيمة العائمة. وبيسأله تشي لو لسه فاكر شخص اسمه شياو لي، وبيتفاجئ الشيخ سيكونج وبيسأل تشي لو شياو لي جه معاه. فبيقول له ان جده زي ما هو في قرية الغيمة العائمة، وبيعرفه انه طلب منه يبحث عنه وبيديله ميدالية مكتوب عليها اسمه. وبيقول له سيكونج ان اخر مرة شاف فيها شياو لي كانت قبل 7 سنين وساعتها انقذ ابنه، ودلوقتي انت حفيده جاي تطلب المساعدة وده شيء بسيط جدا بالنسبة للي عمله معايا. وبيستغرب يومبا من تغير اسم تشي من شياو ليون. فبيقول له تشي انت عرفت ان عائلة شياو طردتني بالفعل واسمي هيكون يون من هنا ورايح. وبيقول سيكونج انه سمع فعلا اخبار عن اللي حصل في قرية الغيمة العائمة، وبيوصف عشيرة شياو بمجموعة من الحمقى لانهم طردوا عبقري زيك واللي قوته في المستوى الاول من عالم الناشئ عشان سبب سخيف زي كده. بيستغرب يومبا وبيسأله لو كان اخطأ في تقديره، وده لان المفترض ان تشي معاق من ساعة ما اتولد. فبيقول له تشي دي قصة طويلة هحكي لك بعدين، وقوتي دلوقتي في المستوى الاول من عالم الناشئ بالفعل. وبيطلب تشي من الشيخ سيكونج انه ينضم لقصر الهلال العميق. فبيضحك سيكونج وبيقول له طبعا حفيد صديقي هينضم حتى لو كان معاق، لكن سيبني افحص باقي مؤهلاتك الاول. وبيتفحص الشيخ نبض تشي وبيتفاجئ لما بيعرف مقدار قوته في عمر 16 سنة فقط. وبيلاحظ الشيخ سيكونج وجود 16 مدخل مسار مفتوح في جسده وبيتصدم. وبيقول تشي في نفسه انا اللي قفلت باقي ال 54 مسار في جسدي عن عمد، ولو كان الشيخ سيكونج عرف انهم كلهم مفتوحين كان ممكن يموت من الصدمة. وبيمسكوا الشيخ سيكونج من اكتافه وبيسأله لو كان متأكد فعلا انه عايز ينضم لقصر الهلال، وبيقول له ان موهبتك دي مش محتاجة مساعدة بل انها تستاهل شارة صف العباقرة.
فبيقول له تشي تمام، وبيروح سيكونج بسرعة وبيجيب له الشارة بتاعته وبيلبسها له، وبيقول له انت كده بقيت رسميا طالب في قصر الهلال العميق، وبيغادر. وبيبص تشي على الشارة في كتفه وبيسأله لو في اختبار او مراسم لازم يعملها. فبيقول له يا راجل الكلام ده مضيعة للوقت وانت بقيت واحد مننا خلاص. وبيعرفه ان مساء اليوم هيكون في حفل، لو عايز تحضره تعالى وانا هعرفك على الجميع. وتشي بيكون مستغرب من سبب مغادرته بسرعة وبيحس ان في حاجة غلط. فبيقول له يومبا ان ده طبيعي لان كل الشباب في موهبتك يقدروا ينضموا لعشائر واماكن افضل، وكون ان شخص زيك يكون عايز ينضم هنا فدي حاجة نادرة. وبيسخر وبيقول ان احتمال يكون هرب قبل ما ترجع في كلامك. وبيتريق تشي هو كمان وبيقول هو مين المفروض اللي يساعد التاني هنا. وبتسأله ياسمين عن سبب انضمامه للقصر وعن المدة اللي ناوي يقضيها فيه. فبيقول لها انه محتاج للخبرة واساليب قتال تناسبه، واول ما يحس ان المكان مش هيساعده هيسيبه ويغادر. وبيخرج يتمشى مع يومبا اللي بيقول له انت كنت بتتلاعب بيا لانك قلت انك هتدخل بواسطة، لكن في الحقيقة الراجل عقله كان هيطير لما شاف موهبتك. فبيقول له تشي انا ما كنتش عارف ان متطلبات الانضمام هنا منخفضة جدا، وبيسأله عن موضوع الحفلة. فبيقول له يومبا انها حفلة لتعيين رئيس جديد لقصر الهلال، وهيحضر الحفلة كل كبار العشائر في المدينة، وانا مش متحمس ليها لان كل مرة بيتحدى طلاب عشائر المدينة الاصلية طلابنا، وبيكون التحدي ده بحجة تبادل الخبرات، لكن النتيجة بتكون اننا بنخسر دايما، والخسارة بتكون كارثية وبفرق كبير، وده بيخلي وشنا في التراب، ده غير ان طلابنا بيتصابوا اصابات خطيرة. فبيقول له تشي واضح انهم مدفوعين من رؤساء العشائر عشان يعملوا فيكم كده، والمراسم دي هدفها ببساطة هو اخضاع القصر ويعرفوا الرئيس الجديد مين المتحكم في المدينة، لكن مع ذلك خسارة كارثية كل مرة تعتبر شيء مبالغ فيه. فبيقول له يومبا المشكلة مش في ضعف قصرنا لكنهم اقوياء جدا، وصحيح ان قصر الهلال يعتبر فرع تابع للعائلة الامبراطورية، ولكنه مجرد فرع في النهاية، وهدفه تجنيد المواهب الشابة واللي ما بيكونوش من عائلات كبيرة تدعمهم للانضمام للجيش وخدمة العائلة الامبراطورية. اما عشائر المدينة دي عندهم آلاف السنين من التراث المتراكم، واستثمارهم في شبابهم هيكون اكيد اكبر مننا بكتير. وبيقول له تشي تمام انا كده فهمت سبب انهم اقوى منكم بفارق كبير، لكن ما فهمتش ازاي عشائر صغيرة تتطاول على فرع العائلة الامبراطورية من غير عقاب. فبيقول له يومبا من بين عشائر المدينة في 2 ليهم داعم قوي، وحتى العائلة الامبراطورية ما تقدرش تقف قصادهم، وهما فرع طائفة شياو وفرع طائفة حرق السماء. وبيحذروا يومبا من الاستخفاف بفروع الطوائف الأربعة العظمى، وبيعرفوا ان الفروع بتتشكل من طرد اصحاب المواهب الضعيفة من الطائفة الرئيسية، والموضوع ده بيكون قاسي جدا لدرجة ان ممكن يتم طرد اخ من 2 توأم لاحد الفروع. وبيقول تشيف نفسه مجرد فروع عندهم القوة دي، ومع ذلك يعتبروا حسالة في نظر الطائفة. فبيقول له يومبا لكن ما تفتكرش ان قصر الهلال العميق بيسيب حد يتنمر عليه بالساهل، وانا حاسس ان الحفل السنة دي هيكون مختلف عن كل مرة. وبيسأله تشي لو كان الحفل ده هيشهد تجمع نخبة شباب المدينة زي ما قال. فبيضحك يومبا وبيقول له صهري هو كمان يعتبر من النخبة. وبيصرخ يومبا وبيشاور على شخص مفتول العضلات وبيطلب من تشي يبص عليه، وبيعرفه ان اسمه لي هاو وعمره 15 سنة فقط، لكنه قدر يوصل لعالم الناشئ المستوى الثالث. وبيظهر يومبا اعجابه بعضلات الشخص ده، وبيسخر تشي من اعجاب يومبا لانه شبهه، وبيشاور له على واحد تاني قاعد بيقرا وبيقول له ان ده الاخ الكبير شو اويران، وبيعرفه انه في المستوى الخامس من عالم الناشئ وانه وسيم ومشهور بين فتيات القصر. وبيستشعر تشي قوته وبيقول في نفسه ان قوته محترمة بغض النظر عن وسامته، وبيتساءل لو اللي في ايده ده مهارة قتالية. وبيكمل يومبا وبيقول له نسيت اكلمك عن عباقرة القصر،
وهما الاخ الاكبر مورونج يي والاخت الكبرى لان شيارو. وخاصة الاخت لان شيارو عمرها 18 سنة ووصلت المستوى الثامن من عالم الناشئ، وهي جميلة جدا بغض النظر عن قوتها، وتستحق تبقى ملكة قصر الهلال بسبب جمالها وموهبتها. وبيقول له تشي كده انت رجعت تقول حاجات غريبة تاني. وبيظهر قد ايه لان شيارو جميلة جدا فعلا، وبيوصفها تشي بجنية الجمال. وبيسأل يومبا مورونج عن وجهتهم، فبيقول له احنا رايحين مخزن الدواء عشان نستعد للحفل. وبيسألوا عن تشي فبيتحمس وبيعرفهم بنفسه، وبيقول لهم يومبا ان تشي يبقى صهري. ومن اول يوم انضم فيه دخل الصف الاول، وبتقول شيارو ان وسيم والبنات هنا هيفرحوا بيه. وبتسأله لو كان متجوز زي ما يومبا قال، فبيرد يومبا وبيقول لها ايوه اتجوز اختي قبل 6 شهور. فبتقول له شيارو اكيد زوجتك جميلة عشان تقنعك تتجوزها وانت لسه صغير كده، وبيضحك تشي. وبيقول لها شكلك من هنا، فبتقول له عرفت ازاي، وبيفضل يمدح فيها. فبتقول له شيارو لسانك حلو هو كمان زي موهبتك، لكنك للأسف متجوز. وبتقول شيارو لتشي انت مثير للاهتمام وانا هكمل طريقي دلوقتي واشوفك بعدين. وبيحس تشي ان البنت دي رقيقة، ورغم ان عيلتها كبيرة لكنها مش مغرورة. وبيقول لها انا كمان هشوفك بعدين، وبيحط مورونج يي ايده على كتف تشي. وبيقول له اول درس ليك هنا انك تعرف وضعك، وان في اشخاص ما ينفعش امثالك يتكلموا معاهم. يا ترى مورونج هيعمل ايه مع تشي، وايه اللي هيحصل في الحفل ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك، والسلام.